السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حابه النهارده اتكلم عن تربيه الولاد، بما اني اتكلمت الفيديو اللي فات عن تربيه البنات. وطبعا شتانه بين البنات وبين الصبيان وبين التربيه دي والتربيه دي. فرق شاسع لاني مجربه الاتنين. تربيه الولد بصراحه مش سهله خالص خالص. بالذات في الايام اللي احنا فيها دي. يمكن زمان كانت التربيه مش صعبه كده. كان هو دي حياتهم وهم بيتعلموا من اهليهم. مفيش اي جديد بيخش عليهم من بره او اي عامل تاني بيأثر عليهم. عكس احنا دلوقتي المؤثرات عندنا حوالينا كتير. والحاجات اللي بتأثر على اولادنا يعني يمكن بتأثر عليهم اكتر من كلامنا، وبتأثروا بيها اكتر من اللي احنا بنقوله خالص. وتربية البنت مهاش معقدة زي تربية الولد. تربية البنت اصلا، هي البنت المفروض تبقى عادي تتعامليها بنعومة الوقت. انما الولد لو اتعامل بنعومة وهو صغير وبقى طول الوقت هي دي المعاملة ناعمة كده، لا الولد مش هيطلع شديد، مش هيطلع يقدر يستحمل المسؤولية. هيبقى كده في خلل في التربية بتاعته. الولد تربيته معقدة شوية، محتاجة شدة بس بحب وحنية بعقل يعني. انا ابقى شديده مع ابني بس هو اصلا متاكد وانا شديده معاه في نفس اللحظه اللي انا بشد عليه فيها ان انا ده خوف، مش ان هو مجرد سيطره. وكون برضو حنينه معاه بس مش حنيه مفرطه، يبقى في توازن كده. يعني لا ندلع على طول ولا نقسى على الولد على طول، يكون في توازن بين الاتنين، ده يكون افضل. الولد برضو لازم يتعلم الاحترام قبل ما يتعلم الكلام من اهله. يعني مثلا يعرف يقول لو سمحت وشكرا، والكلام اللي كله ايه، بيبان انه ولد متربي. لان التربية بتبان في المعاملة. انا لما بتعامل مع اتنين قدامي دلوقتي، مع قدامي ولد اهله مربينه كويس، وولد ما حد سأل فيه اصلا، هو بيتكلم معايا من غير ما يغلط، هعرف ان الولد ده اصلا متربي ولا مش متربي من اسلوبه في الكلام بس من غير غلط. كمان يعني في ولاد متخيلين ان هو يعني عشان كبر يبقى لا صوته يبقى عالي على اخواته البنات وعلى امه. كده بقى انا كبرت خلاص محدش يقدر عليا. لا يا بابا، مفيش الكلام ده، مش عشان طولت شويه وصوتك تخن شويه فهتعلي صوتك. كده مش تربيه خالص. والمؤثر أوي في تربيه الولاد واللي لازم يكون من صغرهم، يعني بنعلمهم على كده، انه لازم من صغره يعني يتعلم يتحمل المسؤولية على قد سنه طبعا، ولو حاجات بسيطة. زي مثلا انه ممكن يساعد والده في شغله لو هو يعرف او الموضوع يقدر عليه. انه مثلا يقضي طلبات جده لو يسمع جده عايز حاجة فيقضيها له على قد سنه برضو. انه يشوف البيت محتاج ايه، لو والدته هتبعته تجيب اي طلب، فانا لا مش هخرج اختي في الوقت ده، انا اللي هخرج. ما ينفعش يا ماما اخرج، يعني ان اختي تخرج وانا قاعد في البيت، ده رجوله على فكره. انما في ولاد تانية يقول لا انا، وانا هخرج وهي قاعده في البيت، والكلام بقى بتاعهم ده. لا، ما هم الرجوله انت عشان كبرت وبقيت راجل فانت راجل، تبقى يعني راجل على طول، مش راجل بمزاجك. دي امور صح، يعني لازم الولد يتربى عليها، لانه لو ما ترباش على الصح من صغره الدنيا هتربيه بقى بطريقتها. كمان الغلط في تربية الولد الدلع الكتير يكسر شخصية الولد ويخليه مش عارف يواجه الحياة لوحده، ودايما منتظر ان حد يساعده، ولازم يتحمل مسؤولية اخطائه. يعني نربي بقى اولادنا على الكلام ده. واكبر حاجة بقى يعني المؤثر جدا، والعيل او الولد بيتعلم منه اكتر، الطبيعة. يعني ازاي؟ الولد بيتعلم من علاقة ابوه وامه كل حاجة. يعني لو شاف ابوه بيحترم امه ويقدرها قدامه ومش بيهينها اطلاقا، مش بيغلط فيها، مش بيعلي صوته كتير عليها، او تعلية الصوت ده شيء وارد بقى. يعني ان هو اي زوج بيعلي صوته حتى لو الزوج محترم، هو بقى اتعصب وبيعلي صوته شيء طبيعي، انما ما يكونش بذيء اللسان، ما يكونش طول الوقت مهين وشتيمة على الفاضي وعلى المليان. طبعا انت بتعمل ده كله قدام ولادك، فانت متخيل بقى ولادك هيعملوا اما يكبروا نفس اللي انت بتعمله ده، ابنك هيعمله في مراته. وذنب مراته بقى يكون في رقبتك لان انت اللي علمت الكلام ده. لان هو ده اللي شافه، ده اللي كان طول الوقت قدامه، بقى بالنسبه له هو ده الطبيعي، او هو ده شايف ان هي دي طريقه المعامله. ما دخلش كل البيوت بقى وعرف الناس بتتعامل ازاي، فهو شاف من ابوه فبيقلد ايه ابوه في كده. دي بقى حاجه صعبه خالص. وبالعكس لو شاف ابوه بقى
ما بيهينش مراته طول الوقت، ما بيزعقش طول الوقت، محترم مع ولاده ومع مراته بيقدرها. الزعيق بيبقى في اوقات الغضب وزعيق، بس يعني الطبيعي، عشان احنا بس مش هنكدب على بعضنا ونقول الراجل ما بيزعقش. لا، الراجل بيزعق وكمان الستات بتزعق، بس الزعيق ده بيبقى امر انفعالي طبيعي، بس مش الطبيعي بقى ان انا افضل ايه طول الوقت لساني طويل وطول الوقت بشتم عشان ابقى راجل. لا، ما فيش الكلام ده. فهيبقى امر طبيعي بالنسبه له ان الام بتحترم او الزوجه بتحترم، مفيش شتيمه ولا اهانه ولا الكلام ده. فالولد هيكبر ويتعلم كده ويعمل كده مع مراته. مش هي مش هيبقى هيجيب منين بقى؟ ما دخلش كل البيوت برضه وشاف كل الستات بتشتم. هو شاف ابوه بيحترم مراته، انا قصدي بيحترم والدته، وما بيهنهاش والكلام ده، فهو بيطبق ده بقى ما بيكبر. عمره ما هيكون غير كده لانه شاف قدامه كده اصلا. هيجيب بقى غير كده منين؟ فالاب والام هما بيتعاملوا في البيت في نفس الوقت، هما بيربوا ولادهم ولادهم بيتعلموا من اللي هما بيعملوه. نخلي بالنا برضو من النقطة دي يا جماعة. وكمان من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها في المعاملة، ان ابنك ما ينفعش تكسريه قدام حد، قدام ضيوف مثلا، تفضحه غلط وتقوله انت عملت كذا، انت ما بتفهمش، انت هتعمل نفسك ناصح مثلا. فما ينفعش الكلام ده قدام الناس. طبعا انا بقول الكلام ده لنفسي قبل اي حد، وكان في كلام كتير عايزه اكمله في الفيديو بس الفيديو خلص على كده. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.